اهلا بكم، انا كريم بالكان، وهندردش النهارده شويه عن برج العذراء. برج العذراء من احسن الشخصيات واجمل الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. كوكتيل صفات حلوه، متفائل، دايما بتلاقيه بيضحك حتى لو هو زعلان. بيقدر يخبي مشاعره جدا رغم ان هو اكتر واحد مشاعره فياضه، وانا استخدمت المصطلح ده ان هو فعلا مشاعره فياضه. هادي بس خلي بالك من قلبته، رزين، ذكي، بيحب جدا بس بيقدر يسيطر على مشاعره. حاجات كتيرة ما تفهمش ازاي اتجمعت في شخصية واحدة. من ضمن الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن برج العذراء والاسرار ان العذراء والغرور في تشابه كبير ما بينهم، والناس اللي هتشوف العذراء مغرور هما اللي هيحكموا عليه بسرعة جدا، هما اللي مش هيقدروا يفهموه ويوصلوا لدماغه. والحقيقة انه بسيط فوق ما تتخيل. لا، ده بسيط لدرجة ما تصدقهاش اطلاقا. حاجة تاني، نادر جدا انك تمسك على العذراء زلة في الحديث بتاعه او تناقض اطلاقا، لانه دقيق جدا، بيفكر في كل حاجة في حياته، في كل ثانية، في اي كلمة قبل ما يقولها. صعب تقفش عليه حاجة، لانه دايما كمان بيبقى بيحب يوصل للكمال، للمثالية. طبعا الكمال لله وحده، لكن هو بيحاول يوصل للمثالية، بيحاول يكون مظبوط وكل حاجة منظمة في حياته. فاستحالة تطلع عليه اي غلط في كلامه، في حياته، في اي حاجة. بالعكس، ده انت لو الحاجة اللي بيكلمك عليها غلط يقدر يقنعك اللي هي صح مليون في المية، تبقى مؤمن بيها جدا بشرحه الجميل المبسط المصاحب بمنطق. فصعب جدا انك تحشر العذراء في زاوية كلام اطلاقا، ما تحاولش. العذراء الاهتمام بالنسبة له اهم من الحب، والاهتمام تاخد قلب العذراء، سامحوني، قلب العذراء. بالاهتمام تاخد قلب العذراء. ولو بطل الشريك يهتم بيه او الطرف التاني، اولا بيحذره انه اتغير، بيحاول يحسسه او يلمح له انه بطل يهتم، انه اتغير عليه. تاني حاجة، بيحاول يغير من نفسه على اساس اللي بيبقى حاسس ان الغلط عنده هو او هو اللي مقصر. تالت حاجة، يبدأ يبعد شوية بشوية ويسحب نفسه بهدوء من غير اي قلق، ولا يهتم للشخص ده ويعرفه انه السبب في البعد او في عدم الاهتمام، وانك بتبدأ تخسرني. خلي بالك، ده الكلام اللي بيحاول يوجهه العذراء للطرف التاني. رابع حاجة، بيبعد، ولو عدى يوم وعدى 2 والتالت بيبدأ ينام بدري ويكلم اصحابه ويشغل نفسه عن التفكير ويهرب من نفسه وينساك في ثانية، في سيكة، وكأنك ما كنتش في حياته أساسا. ولو الدنيا اتقلبت مستحيل يرجع، ولو رجع آخره 2 3 وهيبعد تاني، لأنه مش مآمن ليك خلاص، ولأنه حاول معاك قبل كده كتير وسبته وحيد. أكيد لازم يعمل حذره منك، ياخد حذره منك. العذراء مستحيل يكذب، استحالة ان العذراء يكذب. الكذب ده عنده يعني من اشد الصفات اللي بيكرهها. الكذب ملغي بحياته، والصراحة اقوى مبادئه
الصراحة قبل اي شيء. حتى لو غلط او كذب في يوم، بيفضل يعترف ويتحمل مسؤولية الكذب بتاعه، ويتأسف ويثبت ان الكذب بتاعه ده كان الغرض منه مجرد اصلاح شيء، او انه ما تحصلش مشكلة مش اكتر. بمعنى اني اكذب، ولا اني انا لا اكذب ولكني اتكمل. انا اسف، زي ما انا بتأسف دلوقتي. انا عذراء. التناسب بين الضغط والصعوبة عند العذراء النتائج بتاعته عكسية. عشان كده هتلاقي ان في الشغل الصعب او المواد الدراسية الصعبة نتائجه بتبقى مذهلة، بتبقى عالية. لكن الحاجات السهلة ما بيجيبش فيها حاجات عالية، ما بيشتغلش الا تحت ضغوط. بس الضغوط هي اللي بتشغله، هي اللي بتحفزه. بمعنى أصح بيستتفه الحاجة اللي ملهاش لازمة أفكر فيها ليه. هي دي دماغه. العذراء لبق جدا في فن الاستفزاز. اوعى تتحداه في الاستفزاز. هو بيتضايق بسرعة، مشاعره حساسة، لكن لما بيحط حاجة في دماغه بيبقى لازم يعملها، وبيتفنن فيها جدا لانه بيعرف يخفي مشاعره زي ما قلت لكم. فاوعى تدخل مع تحدي استفزاز. بلاش صدقوني، تطلع انت اللي خسران في الاخر مش هو. العذراء شخصية جميلة جدا، ومحتاج كتير عشان تفهمها. واول ما بتشوفه بتعرفه. بيبقى شخص مميز جدا عن اي حد، عن الناس اللي حواليه، محبوب جدا رغم هدوءه، رغم عدم الفات نظر الجميع. الناس بتحبه، تستغرب. بيعمل كل حاجة في الخفة من غير ما حد يحس بيه. ما بيحبش يكون على الشاشة، بيحب انه يبدع في الحاجة ويستمتع بيها ويكون حاببها مش اكتر. ما بيفكسش لكلام الناس. انه عنيد جدا، وقراراته مفيش حد يقدر يغيرها. لو مين ودي كانت نهاية حلقتنا، ويا ريت تكون عجبتكم. ويا ريت لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت بعد اذنك يعني. ولو انت برج العذراء يا ريت تقول اذا كان الكلام ده صح او غلط، وايه اكتر حاجة بتشبهك في الكلام اللي احنا قلناه ده. شكرا وهابي نيو يير.